السفر إذا كان واحد لا سمح الله عنده صحة، عنده علاج، عنده شغل، عنده دراسة، كل ما تحصل مشكلة لبلد عربي ثاني يوم كل سفارات العالم تحدد تنقلهم. طب لو جنسيتك أجنبية في حد حيحدد تنقلك؟ سفارتك حتبعث لك هليكوبتر تنزل على البيت. بس أنا مش عايزك تسوقي لفكرة إنه الجنسية الأجنبية أنا مش بسوق، أنا بتكلم هي الجنة وهي التي تخلصك من جحيم العالم العربي. تبغاني ما نافقك ولا تبغى النفاق؟ لا أنا عايز الحقيقة هي الجنة. طبعا أنت الحين بالوقت الحالي هيتهموك بالخيانة والعمالة وبيع القضية وبيع العروبة. من زمان مش جديد. الجنسية الأجنبية مش لأنه أنا حابة الوضع يكون كذا، لكن الواقع إحنا ليه نخدع أنفسنا؟ ليه نكذب؟ سوريين مرميين في بحار الله يموتون كل يوم بالملايين، العراقيين بالملايين، كل بلد في كل مكان الحدود مسكرة عليهم في داخل أمة العرب. هذا جنسية العربية إيش راح يسوي فيها يا حرام المسكين؟ إيش ناقش سوري موجوع ملكوم جواه في موت أولاده وعائلته وحياته وقول له خذ جنسية. إيش فادته جنسية العربية؟ ده العربي أخوه ما دخله. لكن لو كان بريطاني ما كانت السفارة البريطانية تبعث بارجة عشان تطلعهم؟ ليه احنا ليه نكذب؟ ليه ما نقول الحقيقة؟ ليه ما انا ما قلت تعالوا خذوا جنسيات اجنبيه، كل انسان حر انا لا مش هقول لا، لانه هذه الدول هي التي تسببت في ويلات هذه الشعوب، يعني مش عايز اصور هذه الدول على انها طق انقاذ. يعني هي مش انقاذ، بس هذه الدول اعطيني هل في بريطانيا او في امريكا، انتبه انا ضد سياسه الحكومات تبعتهم وانا اعلنها دائما، لكن اعطيني في دستورهم في قطع يد، أعطيني في دستورهم في رجم، أعطيني في دستورهم في إعدام في الشوارع، أعطيني في دستورهم اللي قاعد يطبقه داعش ولا الحركات الإسلاموية هذه المسيئة للإسلام. في شيء في دستور قانون وأمريكا يطبقه مسلميننا عشان نقول إن هم اللي قاعد يسوون كذا؟ كيف هم يسوون كذا وهم دساتيرهم كلها احترام للإنسانية؟ مش دعوة شو يسوون من تحت. مالية في الظهر. لا ما ازاي يعني؟ ما عندي دليل. يعني سلوكهم العدواني الهمجي انا ما عندي دليل عليه، عندي على تشريعات وقوانين ودستور. خلي حد يقنعني انه في امريكا وفي اوروبا وفي بريطانيا موجود اللي يسويه داعش في السوريين وفي الازيديين، وموجود اللي يسوونه في العراقيين، وموجود كل هذا، فلهذا هم يطبقون قوانينهم علينا. ليه نرمي عليهم مشاكلنا؟ ليه احنا من 1400 سنة احنا ندبح بعض عشان واحد يصلي كذا وواحد يصلي كذا؟ ايش دخل؟ امريكا ما كانت من 1400 سنة، امريكا لم تكن من 300 سنة. احنا في حروب وفي في 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 دماء من 1400 سنة، نجي الحين نحط امريكا وبريطانيا. فين كانت امريكا وبريطانيا لما كانت الحروب ما بعد الخلفاء؟ دم احفاد رسول على خلفاء على اصحاب رسول، فين كانت امريكا وبريطانيا؟ لازم نلبسهم يعني؟ مش خايف ان الاجيال الجديده ده عندهم حق انهم لازم يهدروا دمك كمان المعتدلين والمجتمعاتي؟ استاذ انت من تاريخ اساسا متطور. يعني انت كمجتمع مصري لا تقارن نفسك في مجتمع صحراوي قبلي. ان الاعراب اشد كفرا ونفاقا، ده ربنا وصفنا. احنا ما عندنا حضاره، احنا ما عندنا تاريخ تقلبنا فيه فكنا اب اند داون، فوق تحت. انت تتكلم عن تراكماتك، احنا ما عندنا تراكمات. احنا التراكمات اللي نشأنا عليها في التاريخ الجزيرة العربية هي القتل، ولما يحبوا يلطفون الشيء يقولوا لك الجاهلية المعلقات اللي ما شفناها. طبعا احنا نسمع عن المعلقات السبعة، لكن احنا ما عندنا دليل عليها. هذا اكثر شيء افتخروا فيه ما قبل الاسلام، افتخروا في المعلقات الغير موجودة، وبعدين افتخروا في وجود الإسلام اللي طبقوه بشكل خطأ، وبعد كذا بالدماء اللي موجودة، غزوات، سبي نسوان، جلد، قتل. ايش التراكمات اللي تخليني انا اتفائل انه راح يرجع الزمان؟ قول للزمان ارجع يا زمان. يعني ما في عندي شيء يخليني اتفائل، ولا انا ولا غيري. فلازم احنا نعلن الصرخة. وبعدين انا ايش ضمني المستقبل؟ انا هعيش لبكره وما اعبر عن نفسي؟ أنا عندي حياة واحدة أعيشها مرة واحدة، أعبر فيها عن نفسي بالشكل اللي أنا أشوفه صح. وبعدين أنا ولا جرحت ولا شتمت ولا أسأت لأي أحد في الدنيا، فليه ما أعبر عن رأيي؟
تشجعينا فيها على قيادة المرأة للسيارات في السعودية. لا مش ضروري في السعودية، لا بشكل عام. لا ما احنا بشكل عام المرأة تقود السيارة في مجتمعات هي ممنوعة. لا في مجتمعات تانية ممنوعة. مش ممنوعة قانونيا، قبليا، عائليا. وانا ماني عارفه السر وراء الموضوع، يعني مش فاهمه يعني ايش اللي يدعي انك انت تمنع المراه تسوق سيارتها، يعني ايش دخل ده في شرفها وفي كرامتها وفي شرف العائله؟ انا مش فاهمه، ما عندي تفسير لده. وده اللي خلاكي تهتمي وتعملي طبعا مش عشان الحديده السياره، عشان المبدا. اذا انت حرمت هذه البني ادمه من انه يكون المتر ونص السيارة دي أو المترين ما يكون لها خصوصية فيها، يعني أنت تجيب لها سواق من برا وأنت تؤمن بفكر المحرم وتؤمن بفكر الولي، وحاط لها شخص ولا هو محرم ولا ولي غريب يسوق فيها، تمام، ما عندك مشكلة، ده شرف. بس هي كن في سيارتها لوحدها لحالها مع نفسها، ده إهانة للشرف والعادات والتقاليد. يا رب أموت من هالمجتمع، راح أجن أنا، والله جننوني، راح أمشي وأكلم نفسي. يعني ايش ما في، يعني ما في امراض نفسيه. في تقول لي ليش اخذ جنسيه؟ ده انا اخذ جنسيه اقول لك من المريخ، ما تلومني، انا قاعده اشوف شيء لا يعقل. يعني اذا وصل بنا الامر الى حد انه منع المراه من قياده السياره وجد لها لانه هي شرفها، وينزل واحد مفتي والمفروض انه هو حامل دكتوراه في التشريع ومن أهم الجامعات الإسلامية، يقول لك يس سياقة المرأة تأثر على الغدة التناسلية فيها. يا لهوي، الغدة التناسلية؟ ما في شيء اسمه غدة تناسلية، أنت فاهم يعني؟ ويدونهم تشريعات. لا هي الفتوى اللي كانت أكثر وضوحا اللي هي متناسبة مع ده، إنه الاحتكاك، يعني احتكاك الساقين في السواقة يؤدي، وطبعا ده جهل وتخلف، يعني للاسف، يعني مش عايز نعيد. طب ما هو انت من الصبح بتقول لي مش البديل لمقاومه انا مش ناويه اقاوم يا عمي، الناس دولت اللي يقاومهم وخلي بالك اللي احنا بنقول عليه في جهات، هتلاقي في مؤسسات دينيه رسميه في هذه المجتمعات بتؤكد هذه الفتاوى. قبليه، انا اتكلم قبليه. انا اشوف بنت زيها تجيني تبكي تقول لي شمس بليز اتكلمي عن القضيه، انا مدرسه، اخذ مثلا خلينا نقول بالجنيه المصري، ما ابغى اقول العمله عشان ما يتهجمون علي، اخذ مثلا 2000 جنيه مصري، انا ادفع 1500 جنيه للسواق، وانا 500 المفروض اصرف على نفسي وعلى اولادي وعلى بيتي. في كفر زي كذا بحكم انه انا عادات وتقاليدا ما انا مش فاهمه سر المراه شرفها مع الحديده. ده مش راضي يقنعني، يعني ابغى اقتنع على اساس اني انا ما ناصر قضيتهم. لازم اناصر قضيتهم، لو كانوا حتى من سكان زهره ولا بلوتو طبيعي اناصر قضيه زي كذا وانزل اغنيه من حقنا نسوق، مش عشان السياره، عشان ده ابسط حق. تخيل مرأة في متر بمشاركة رجل آخر، أنت ما تخليها تروح جامعة مختلطة، شو تقول؟ تقول هذه الجامعة مختلطة حرام، والاختلاط حرام، والجامعة بينها وبين الممكن السكشن الثاني بيكون ممكن نص كيلو، حرام، بس بمتر حلال. الله لا يوفق. اللي هو السائق، يعني انه يبقى ايوه ده ايش ده؟ يعني ده ايش؟ لا وطلعوا له فتوى ارضاع المادري مين، الله لا يوفقهم، ارضاع الكبير ما ادري وش يسمونه. اقنعني يا ابني، يعني لا انا لا انتمي لهذا المجتمع من الاي تو زد ولا بحرف ولا انتمي له، لاني انا اكتشفت الموضوع ما يخص بس السعوديه، يخص بلدان عربيه كثيره فيها عندها هذا المنطق. السائق شرف يسوق السياره، لكن المراه اهانه لشرفها ولاخوانها ولقبيلتها بس كده. طيب